السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير قوي. النهاردة هعمل وصفة جميلة جدا. فاهيتا الفراخ في العيش السوري بطريقة بسيطة وسهلة خالص ومكونات بسيطة. بجيب صدور الفراخ او لو عندي وراك برضو ممكن اخليها واقطعها شرايح رفيعة كده. وبجيب عندي زبادي، علبة زبادي، وباكت توابل الشاورما، او لو عندي توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل وسبع بهارات وجوز الطيب. بحطهم مع علبة الزبادي وبتبلها واحطها في التلاجة ساعة. وبجيب عندي طماطم متقطعة شرايح متشال القلب بتاعها، وفلفل وبصل. وبجيب بقى في طاسة فيها زيت سخن بنزل بالبصل بشوحه كده تشويحة خفيفة. وبعدين باجي عندي بعد ما سبت الفراخ بالتتبيلة بتاعتها في التلاجة ساعة. طبعا التتبيلة لازم يكون فيها زبادي ومعلقة زيت كده، وبقلب التوابل مع الزبادي. التوابل اللي انا جايباها جاهزة فيها كل التوابل على بعضها. عليها جوز الطيب وبصل باودر وتوم باودر وكمون وملح وفلفل وسبع بهارات. لو انتي حابه تجيبيها جاهزه كده ماشي، لو مش حابه تعملي التوابل على بعضها وتحطي عليهم الزبادي وتسيبيها متبله في التلاجة. بعد ما تتبل ساعه بجيبها بقى على البصل بعد ما تشوح تشويحتين كده، وبنزل بتاخد صدمه كده علشان ايه ما تنزلش ميه كتير يعني، وتبقى عندي ايه مش ناشفه كده. انا عايزاها ناشفه عشان ما احطها في السندوتشات تبقى زي الفاهيتا اللي بناكلها من بره او الشاورما. بتبقى ناشفه كده وعليها التوميه بس. وبعد ما بتتشوح كده تشويحتين على الوش ده والوش ده بنزل بالخضار، الطماطم والفلفل، وبشوح كده تشويحتين وبسيبهم بقى يستووا مع بعض كلهم. بتبقى ريحتها حلوة قوي بالتوابل والزبادي، وخصوصا كمان لما تسيبيها تتنقع كده شوية فيها في التلاجة التتبيلة بتمسك فيها وبتديلها طعم حلو قوي. الطعم طلع رهيب والله، جميل جدا في الساندوتش. وحطيت عليها تومية ومخلل كده كان طعمها حلو قوي. هنا سبتها هي لما استوت خالص ونزلت المية بتاعتها واستوت فيها، والبصل استوى والطماطم والفلفل ونشفت خالص وبقت جميلة قوي. بجيب عندي بقى العيش السوري، ممكن اعمله في البيت او اجيبه جاهز. هو طريقته سهلة جدا، انا هبقى اعمله برضه على القناة. بجيبه وبفرد بقى فيه كده شوية وبحط تومية وبقفله بقى واحمصه كده على الوشين. في عندي طاسة جريل او طاسة تيفال عادية عادي يعني، بحمصه على الوشين كده وبيبقى طعمه جميل جدا مع التومية. طعم الفاهيتا دي تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراها. يا رب يا حبايبي تكون عجبتكم، ومتنسونيش من اللايك والاشتراك. والسلام عليكم، اشوفكم على خير يا حبايبي ان شاء الله.